كنت جعانة وقلت كده على السريع اقوم اعمل بيتزا بدون دقيق ولا زبدة ولا سمنة ولا خميرة ولا اي حاجة. الطريقة سهلة جدا، مكوناتها اغلبيتها في كل بيت، ما كلفتنيش حاجة. صحيح البيت غالي بس يلا تعالوا نشوف الطريقة سهلة جدا. تمام. عندي 3 بيضات، مش هاخد منهم الا بيضتين بس عشان انا لوحدي. وعندي بقى الطبق ده انا مشترياه ب10 جنيه، فيه زيتون وجبن، جميع انواع الجبن ولانشون. يعني الطبق ده فيه زيتون وجبنه ولانشون، جبنه شيدر وجبنه رومي وجبنه بيضه، جميع الجبن. طبعا هبتدي اكسر البيضتين زي ما انتم شايفين كده، البيضه مش عايزه تتكسر. بصوا مش عايزه تنزل، يلا الحمد لله نزلت. وهعمل البيضه التانية، هما بيضتين بس يعني، انا لوحدي، ده بيضتين كتير قوي يعني مع كميه الجبن دي. تمام. احط البيضه التانية، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وهبتدي ادوبهم. تمام زي ما انتم شايفين كده. وهحط ايه الطبق ده كله اللي انتم شايفينه. وكمان عندي حته جبنه بيضه، يعني هحط معلقه كده او معلقه ونص. انا عندي النمل ده مشكله، اللي يعرف يقول لي حل حلو للنمل الكبير ده. النمل الكبير مش النمل الصغير ده، اكبر مشكله عندي. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى اقلب كويس قوي. ارجو الاشتراك في القناه بالله عليكم، وتفعلوا الجرس، بحبكم كتير. طبعا انا بقى ايه، انتي تحطي الملح والشطه والفلفل الاسود. فانا جيت برضو كده عند البوتاجاز هحطهم ملح وفلفل اسود وشطه. الملح ما تكتريش، انا حاطه ذره كده، وبرضو حبه فلفل اسود صغيرين. وكمان عايزه اقول لكم ان اللهم صل على النبي، الجبن فيها حبه البركه. هي بس هحطها كده على البوتاجاز يا جماعه، وهسيبها، هسويها كده كويس وهغطيها واسيبها تستوي. زي ما انتم شايفين كده هسويها بالمعلقه. هي مش هتاخد وقت، وهتطلع كمان من الصينيه بكل سهوله. انتوا عارفين الصينيه دي تفاله، انا ما رضيتش احط ماده دهنيه يعني كتير، انا حطيت نقطه زيت بس يعني عشان بس للعلم اني ما عملتهاش قدامكم. خلاص كده انا هغطيها واسيبها تستوي. والله احلى بيتزا، والله انا اكلت يعني، كانت جميله جدا. زي ما انتم شايفين اهي، بقول لكم لسه ما استوتش. بصوا اهي، بصوا بوريكم ان هي بتطلع اهي من الاطراف بكل سهوله اهي. اهي بصوا، فما تخافوش مش هتلزق لو الصينيه تفال. تمام. هغطيها لان لسه ما استوتش كويس قوي، لسه ما نشفتش من فوق. خلاص انا هوريكم هي نشفت خلاص، وكبيناها في الطبق. وكمان هناكلها بالهنا والشفا. تعالوا اتفضلوا معانا. احلى بيتزا واسرع بيتزا ممكن تعمليها لاولادك وتقولي لهم انا عملت لكم بيتزا، هينبسطوا بيها كتير قوي. اتمنى ان اكون قدمت حاجه بسيطه. بحبكم كتير، ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.